قال باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة يعلم، لكن ما هو من أول يوم تقوم به على الضرب والشدة، وإنما تعليم، تقول له لو صليت أنت بطل، شوف فلان يصلي ما شاء الله، إذا صليت يدخلك الله الجنة، يكتبك الله حسنات. أما مباشرة دهفة صل، أو ربما يكون نايم قم صل، ليست واجبة عليه ولا مفروضة، خليه يرقد، سيما من 7 إلى أن يدخل في 10. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم، ما قال اضربوهم. هذا أمر نخالفه نحن أهل السنة قبل غيرنا، بمجرد ما يصل الواحد إلى 7 هذا إذا انتظرنا إلى 7، وربما بعضهم قبل 7 وهو يلطخ في قفاه قم صل، ربما يوقظه في صلاة الفجر، ينام عن صلاة الفجر الكبار وهو يوقظ الطفل مسكين إلى المسجد. يا أخي إنما هو تعليم، ابدأ بتحبيب الصلاة إليه وكن رفيقا، واستخدم في تربيتك لأبنائك الترغيب أكثر من الترهيب. الترغيب في أن الصلاة عبادة لله، في أن الصلاة فعل رسول الله، في أن فلان من الصحابة كان يصلي وهو صغير، في الترغيب، وليس فقط الترهيب، إن لم تصلي سأضربك، إن لم تصلي سأهينك. هذا الكلام ما يصلح، هذا الكلام لا يصلح علينا أن نكون مع أبنائنا. في الأصل الترغيب، حتى في الدعوة الترغيب، مع نسائنا الترغيب، ثم الترهيب يعني في وقته وللحاجة إليه. انظر من مبادئ ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن سلام على من يحسن الحديث: صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ترغيب: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا 5كم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ترغيب. الأصل في الدعوة إلى الطاعات الترغيب، فإذا وجد الإعراض تأتي إلى الترهيب. لكن نحن هنا في باب الأطفال، يعني 5 سنوات وتبكر به في الفجر، تأخذه مسكين ينعس وربما يصلي بجانبك إذا نام. الإنسان مشغول بطاعة الله وهو في ظهر الطفل. قم. كان شيخنا يحيى حفظه الله يقول يا أخوة نحن فشلنا في تربية الأبناء في دماج، فعلا في دماج لحقنا الفشل الكثير في تربية الأبناء بسبب شدتنا، بسبب قسوتنا، بسبب غلظتنا. ربما الطفل يحتاج يلعب بسيارة، تشتري له سيارة لعبة، كنا خلاص ما في سيارات، الأطفال ما هو إلا معك في المسجد من الصباح إلى المساء. فلما خرجنا ولعبوا ها هنا وها هنا، كثير منهم رجع إلى العلم، رجع إلى حفظ القرآن، رجع إلى محبة السنة، وإلا كانت قد نشأت ناشئة سمت نفسها بفرقة الرعب. تصور يأخذون الكلب ويمسكونه ثم يخلصون جلده، ويأخذون القط ويدخلونه في ذلك المكان ويخيطون، يعني قسوة قلب حصلت فيهم وسموا بشلة الرعب. وكان للآباء دور في هذا السبب للشدة والغلظة في التربية. يا أخي عود نفسك، اخرج من بوتقة الغلظة. إذا كنت في بيئة غلظة اخرج من بوتقة الغلظة. عود نفسك الرفق مع زوجتك، مع أبيك، مع أمك، مع جارك، مع أخيك، مع ابنك، مع طالبك، مع الجميع، لنخرج من بوتقة الشدة والغلظة الذي هي خلق الخوارج، خلق الروافض، خلق الباطنية، خلق المنافقين، ونتحلى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. والابن يتأثر بخلق أبيه، إذا كان الأب شديد في البيت تجد الابن يخرج شديد. وأيضا ليس معنى ذلك أننا نرخي لهم الحبل على الغارب ويبقى صيع مائعين ضائعين، لا، لكن بين ذلك الشدة في وقتها حسنة، والرفق وهو الأكثر في وقته حسن. قال باب ما